رابطة الأندية المصرية امبارح بعد ما مباراة الأهلي والقطن خلصت مباشرة نزلوا بوست وقال لك مباراة الأهلي والمقاولين يوم الثلاث. يعني بيطلع لنا لسانه من الآخر يعني. فطبعا حقه، يعني احنا يعني في مؤسسة رياضية ما بتطبقش ولا لوائح ولا قوانين ولا ليها دعوة بالنادي الأهلي. يعني فاهم انت؟ في مثلا عقوبة على جمهور النادي الأهلي، ماشي، طبق القانون واللوائح. في مضايقات للنادي الاهلي، طبق القانون واللوائح. طيب في مضايقات للزمالك مثلا، لا اسند ضالة، غرامه ادفعها له. ايقاف، لا 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 ما توقفش. جواب، لا اخفيه، لو للاهلي لو للزمالك امحيه. اه والله. ماشي، عموما احنا عندنا ماتش يوم الثلاث بتاع المقاولين، الله اعلم هيتاجل النهارده او بكره، ممكن يتلعب، خلاص مفيش مشكله. فاحنا خلينا قدام الامر الواقع اللي هو هيتلعب في ميعاده يوم الثلاث. والمطلوب مننا ان احنا نلعب الثلاث مع المقاولين، وبعد كده نسافر جنوب افريقيا، وما ادراك من السفر لجنوب افريقيا والارهاق والتعب على اللعيبه. ان احنا هنلعب يوم السبت مع سان داونز العصر. طب ايه المطلوب من وجهة نظر الشخصية التي لا قيمة لها؟ المطلوب ان احنا نروح نلعب بالناشئين او بالشباب بتوعنا مع الاحتياطي والمستبعدين، نلعب مباراة سان داونز، وباقي الفريق اللي هم الاساسيين واللي هيلعبوا بالدكة يسافروا على طيارة خاصة ويروحوا جنوب افريقيا عشان ياخدوا على الجو بتاع العصر دوت، وربنا يسهل الامور. كسبنا ماتش المقاولين خير وبركة، اتعادلنا خير وبركة، خسرنا هو ده المطلوب، ولو اني ما اتمنهاش، ولكن اعتماد اتحاد الكرة نتائج الدور الاول عشان الفرق اللي هيرسلها لافريقيا قبل 31/7 ده شيء لا مفر منه. واحد يقول لي لا يا عم اسلام الدورة هيخلص قبل 31/7، اقول له في المشمش. الاهلي فاضل له 17 مباراة، غير نهائي كاس مصر مع الاسيوطي، كاس مصر القديم، غير مباريات كاس مصر الجديدة، غير دوري ابطال افريقيا، غير توقفات المنتخب المصري، غير حاجات كتير قوي. لو راجل يا عامر يا حسنين، لو رجاله يا رابطه الانديه للمحترفين، لو رجاله خلصوا الدوري يوم 31/7، لو رجاله ما تطبقوش اللوائح، خلوا الزمالك ننوس عين الدوله قاعد جنبكم، والمقاولين هو اللي يلعب في الكونفدراليه مع فيوتشر، واحنا والاسيوطي نروحوا نلعبوا دوري ابطال افريقيا، وخلصت القصه. وكلوا في نفسيكم، والاهلي هيفضل بخير غصب عنكم، بيكم هنفضل بخير عشان وراه جمهوره ده حماه. صباح الفل عليكم، كلوا في نفسيكم، والاهلي والله والله هيفضل دايس عليكم.